يقول: زوجتي طلبت مني تقصير لحيتي وإلا لن ألمسها. قناة واضح. لأنها لا تقبل شكلي بلحيتي الطويلة، تريدها قصيرة جدا ومهذبة، وتقول لي: ربي نفسك قبل لحيتك. على كل حال تقول التزم بكل السنة بعدين اللحية، لاحق عليها. على كل حال هذا كلامها سيء وخطأ طبعا وباطل، ولا يطيعها في هذا. وإذا قالت له لا تلمسني روح تزوج عليها، زين جد والله تزوج عليها ويلقى لها واحدة يلمسها والحمد لله. يعني هذا الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز هذا الكلام. يعني أن تقول له مثل هذا الكلام لحيتك ما أحبها وكذا وكلام، ما يجوز هذا الكلام. فعليه أن يتقي الله وهي تتقي الله تبارك وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ربنا بيخلي الصلاة على النبي تجري على أي لسان كده.